السلام عليكم. علاش حتى واحد ما كيقول هاد الهضره؟ اكيد انكم كلكم شفتوا وصفه مسمن بورق العروس. حتى انا قلت غادي نجربها. خديت واحد الاناء واسع ودرت فيه واحد البيضه، وبما انني ما كنبغيش نستعمل الحليب بزاف عوضته بالماء وخلطته مزيان. خديت ورقه الارز، هنا استعملت ورق الارز الكامل، رطبتها في هذا الخليط مزيان. من بعد حطيتها فوق ورق الزبده، رشيت عليه شويه ديال السميده ديال الذره، وحتى فوق الورقه درت شويه ديال السميده ديال الذره وزدت عليه شويه ديال السمن اودي. عاود زدت الورقه الثانيه، عاوتاني رشيتها بالسميده ديال الذره وشويه ديال السمن اودي، وتنيتها من الجوانب الاربعه بحال هذا الشكل على شكل مسمنه. طيبتها في المقله وما تخيلوش الفرحه ديالي ملي شفتها كتنفخ بحال هكا. قلت صافي هذا هو المسمن والا فلا. وهنا جات مرحله التذوق ولحظه الحقيقه. لا علاقة مع المسمن. اعتذر من كل واحد دار هاد الوصفه وكيقول مسمن ما تمسمن. كتاكلوا كتحسوا بشي حاجه كتجبد، كتنبغي هو كيجر انت كتجري هو كيجر. لا 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 لا، سمحوا لي، خليوه مسمن في الطيط، نديروه مسمن بالخميره البلديه ونخليوه يخمر وندلكوه المسائل كلها. واخا كيتقطع لينا ولكن فين ما داق المسمن هذا لا ماشي مسمن.